مساء الخير على حضراتكم. انا مهندس محمود الحسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. اكتر من عميل بيسالني في العاصمه الاداريه دلوقتي اشتري فين ومع مين جوه العاصمه الاداريه الجديده، وايه هي الفرص الاستثماريه الحقيقيه اللي فعلا لما انا احط فيها فلوسي هلاقي فيها ازدياد كبير في سعر المتر، والاقي ان انا بشتري حاجه ليها قيمه فعليه. وايه هي المشاريع اللي ليها سابقه اعمال جوه العاصمه الاداريه، ان انا اطمن ان ليها انشاءات ملموسه على ارض الواقع، واكون مطمن ان الشركه دي بتستخرج الرخص بتاعتها في مواعيدها، عندها موقف مالي وقانوني وانشائي وماشيه طبقا للجدول الزمني جوه العاصمه، وحجم الانشاءات بتاعتها قوي ولا مش قوي، والملاءه الماليه بتاعتها. النهارده انا هرشح لكم المشاريع اللي انا لو انا معايا المبلغ بتاع حضرتك انا هحط فلوسي فيها. النهارده انا هوضح لك المشاريع الكبيره بجد اللي موجوده في العاصمه، ومن كل منطقه هنقي لك افضل فرصه استثماريه. هنبدا على طول. زي ما حضراتكم عارفين ان العاصمه الاداريه على محورين رئيسيين، هو محور محمد بن زايد الشمالي ومحور محمد بن زايد الجنوبي. ده كده محور محمد بن زايد الجنوبي، دي كده منطقه التجمع الخامس. طبعا اي مستثمر لازم يكون فاهم مشروع الميجا مول، اكبر مدينه تجاريه على مستوى الشرق الاوسط، بالنسبه اكبر مدينه تجاريه موجوده حاليا في العاصمه الاداريه، بعرض واجهه كيلو ونص، بمساحه مشروع 152 فدان. هو على مدخل البوابات للعاصمه الاداريه الجديده، اطلاله مباشره على النهر الاخضر وعلى مسجد الفتاح العليم. المشروع ده تبع شركه بيراميدز، في متوفر فيه محلات تجاريه، ان شاء الله الفتره الجايه هيتوفر فيه مكاتب اداريه. المحلات التجاريه طبعا شركه بيراميدز هي اكتر شركه عندها محفظه اراضي جوه العاصمه الاداريه، بتمتلك اكتر من 9 مشاريع انشاءاتها على قدم وساق. في مولات خلاص احنا شطبناها وضمنا المحلات مع بعض واجرناها لبراندات كبيره ومحترمه. شركه بيراميدز الفكره كلها ان حضرتك بتمتلك وحدات باسعار كبيره بمقدمات قليله. يعني انت في كل الوحدات، مثال لو انت بتمتلك محل تجاري، فاقل محل تجاري وليكن بيبدا من 6 مليون او من 7 مليون، انا بدفع مقدم ودفعتين، وما بدفعش اي اقساط من بعد الاستلام غير لما الشركه تحقق عمليه التاجير. فالشركه بيبقى عندها التزام ان هي ما تقدرش تاخد الاقساط بتاعتها الا من بعد عمليه التاجير. فلو انا عندي امكانيه ان انا ادفع مقدمات او ادفع لغايه الاستلام في خلال 3 سنين 40% من قيمه محل بيبدا معاك من اول 6 و7 و8 و10 على حسب المساحه اللي انت بتستثمر فيها، تقدر تركز في مشروع بيراميدز. مشروع بيراميدز هو اهم مدينه تجاريه، فدي لازم تكون عارف تفاصيل عنها. طيب بعد كده لو انا مكمل على محور محمد بن زايد الجنوبي والشمالي، منطقه هقابلها من اهم المناطق، وطبعا هطلع لكم الفرص الاستثماريه المتوفره النهارده في العاصمه الاداريه الجديده، منطقه الاعمال المركزيه ومنطقه الام يو 7 اللي بتطل على اطول برج في افريقيا. المنطقه دي اقدر اشتري فيها محل تجاري، اقدر اشتري فيها مكاتب اداريه. انا برشح دلوقتي في المنطقه ديت مشروع التابع لشركه امازون الاماراتيه. المشروع ده اطلاله مباشره على البرج الايقوني، اعلى ارتفاع مشروع في ناطحات السحاب المتوفره، ارتفاعه 52 دور، 5 ادوار تحت الارض وارضي و47 دور، اول تويست تاور على مستوى افريقيا. اقدر اشتري فيه محل تجاري بيبدا معايا من اول 10 و11 مليون، محل تجاري ارضي واجهه، واقدر اشتري محل في الفود كورت في الدور الاول من اول 8 مليون، واقدر اشتري مكتب اداري، مكاتب اداريه بتبدا معايا من اول 5 مليون، ولو انا عايز المكتب الاداري بتاعي يطل على البرج الايقوني هيكون في رينج 7.5 او 8 مليون. فطبعا لو انا عندي امكانيه، ده من اهم الفرص الاستثماريه اللي موجوده. خلينا نكمل مع بعض. خش على منطقه داون تاون العاصمه الاداريه الجديده. انا طبعا بنقي لحضراتكم افضل الفرص الاستثماريه اللي فعلا فيها عامل الندره، وهتشوف بنفسك وانت بتقسط معدل الزياده اللي هتبقى بتزيد بسرعه كبيره، لان هي مشاريع قيمه وعندهم سابقه اعمال كبيره. طيب خلينا في منطقه داون تاون العاصمه الاداريه الجديده. عندنا الطرح اللي هيبقى كبير ان شاء الله، هو طرح نايل بزنس سيتي المرحله الجديده بتاعته، واتوقع ان هي هتكون فندق مهم جدا جدا جدا. طبعا لما بشتري في الطرح الاول بيكون فرصه قويه جدا جدا.
بعد كده عندي مجموعه ايميل عبد الله مشروع ارضي و35 دور صف اول على محور محمد بن زايد، واحنا بنرشح المشاريع اللي هي دايركت على الصف الاول على محور محمد بن زايد الشمالي. ناطحات السحاب عندك مجموعه ايميل عبد الله سعر المتر فيها بيتكلم من اول 64000 جنيه وبيوصل معاك لغايه 90000 جنيه بالنسبه للمكاتب الاداريه. عندي برضو مشروع دبي نفس سعر المتر تقريبا، بيبدا معايا من اول 60 وبيوصل معايا لغايه 80 و85 الف جنيه. فده من المشاريع اللي انا برشحها حاليا في منطقه داون تاون العاصمه الاداريه الجديده. بعد كده المنطقه الاهم والاقرب لقلبي منطقه البنوك والوزارات، المنطقه اللي فيها هيئه مصلحه صك العمله، المنطقه اللي فيها البريد المصري 36 وزاره. الفروع الرئيسيه للبنوك هي على شوارع رئيسيه اللي هو المحور المركزي اللي بيطل على فندق الماسة، هنا الميدان اللي فيه منطقة البنوك، هنا ال 34 وزارة، هنا البرلمان لغاية ما بتوصل لمسجد مصر، واصلة بمحور الأصول الرئاسية والمحور المركزي. في أكتر من مكتب إداري. خلينا نتكلم على الشركات الكبيرة اللي بتنفذ واللي ممكن تستلمها بسرعة كبيرة لأن إنشاءاتها حاضرة. عندك مشروع زي مشروع البطل، مشروع مبني وقائم واستلامه في خلال سنة سنة ونص، تقدر تستلم المكتب بتاعك وعندك امكانيه تقسط لغايه 7 و8 سنين. فده مشروع من اهم المشاريع. سعر المتر حاليا بنتكلم من اول 50 لغايه 65، ممكن يوصل ل 70 في بعض الوجهات. عندي مشروع قدام الاصول الرئاسيه مشروع باراجون 3 من المشاريع المحترمه. الشركه عندها 3 مشاريع جوه العاصمه الاداريه، وشركه باراجون بتهتم بالجانب التشغيلي للمكاتب الاداريه والخدمات اللي بتوفرها، وبنبدا معايا من اول 6-7 مليون لان المساحات موجوده هي مساحات كبيره. طبعا في بعض المشاريع زي الثلاث خلاص ده بيتسلم خلاص، فده مفيش غير واحده او وحدتين. فدول من اهم المشاريع، ولسه في طرح جديد ان شاء الله في منطقه البنوك والوزارات، وده هيبقى اخر طرح تبع شركه ارك بلان. وارك بلان هي الاستشاري العام لشركه العاصمه الاداريه ومنفذه ماستر بلان داون تاون العاصمه الاداريه الجديده. ده كده تلخيصا لاهم الفرص اللي متوفره حاليا واللي انا برشحها جوه العاصمه. من جوه كل منطقه انا بنقي لك الافضل. اول ما بتخش على محور محمد بن زايد عندك منطقه الميجا مول، ده مشروع قوي جدا جدا جدا. بعد كده عندك منطقه البرج الايقوني، برشح لحضرتك مشروع امازون قوي جدا. بعد كده لو انا دخلت في داون تاون العاصمه عندك مشروعين، مشروع دبي ومشروع ايربلينز. وفي منطقه البنوك والوزارات حاليا في مشروع البطل. انا شايف ان هو افضل سعر متر وافضل فرصه في منطقه البنوك والوزارات. بشكر حضراتكم جدا جدا جدا. ده رقمي مهندس محمود حسيني، نعمل حصر كامل بكل الوحدات اللي حضرتك بتستثمرها، بفهم حضرتك طلبك ايه، الامكانيات ايه، بديك الترشيحات بتاعتي، وان شاء الله نوصل لافضل قيمه مقابل سعر. شكرا جزيلا. اتمنى حضراتكم تعملوا لنا سبسكرايب على قناه اليوتيوب.